اهلا بكم مره تانية في حلقه جديده. هنتكلم النهارده عن بطاقه جديده من بطاقات الخصم المباشر الخاصه ببنك الاهلي المصري، وهي اسمها ماستر وورلد. وقلنا البطاقه ديت اللي مخصصه للعملاء اللي رصيدهم من اول 5 مليون لغايه 20 مليون. تمام. هنعرف النهارده مميزات البطاقه دي ايه، وهنتكلم باستفاضه عن اهم المميزات اللي احنا ممكن نحصل عليها من خلال البطاقه ونستعملها ازاي. زي ما احنا شايفين مع بعض، احنا قلنا البطاقه دي زي ما احنا اتكلمنا ان العملاء اللي رصيدهم من 5 مليون لغايه 20 مليون او ما يعادلها بالعملات الاجنبيه. مميزات البطاقه، اول حاجه برضو ان هي نفس مركز الاتصال الخاص بيه، ده شكل البطاقه موجود على الشمال بنفس اللون ده كده ونفس الشكل كده تقريبا. نوضحها برضو تاني، ده شكل البطاقه بيبقى نفس اللون ده كده ونفس الشكل زي ما احنا شايفينه. طيب تعال بقى نكمل بقيه المميزات بتاعتها. مركز الاتصال برضو اللي شغال 24 ساعه هو 19523، ده المخصص لكبار العملاء. هنا برنامج الاهل بوينت اللي موجود او برنامج النقاط هنا بيضيف على كل جنيه نقطة وربع. تمام، نقطة وربع، يعني كل جنيه مقابله نقطة وربع. دي من ضمن المميزات الخاصة. طبعا دي خاصة بالمشتريات. ممكن طبعا احنا قلنا النقط دي ممكن نستبدلها فيما بعد على هيئة اسامي مشتريات، ممكن نشتري بيها حاجات من بره، او ممكن احنا نشحن موبايلاتنا في برنامج اسمه الاهل بوينت. انا كنت عملت تاني حلقة قبل كده، هبقى اتكلم عنه تاني باستفاضة برضو. طبعا عروض ومميزات خاصة من أرقى المؤسسات والمراكز المحلات التجارية. برضو خصومات ممكن توصل لغاية 50 و60% على حاجات ماركات بصراحة لحاملي بطاقات البنك اللي هو الورلد إليت، سواء من أول بلاتينم لغاية الماستر كارد. بس طبعا بتزيد مع كل ما الكارت قيمته زادت أو شريحته زادت، كل ما كان الخصومات كانت أفضل بالنسبة له. شركة ماستر كارد هنا بتعمل خدمة رائعة جدا، وهي ان البطاقة لو فقدت من صاحب البطاقة او عايز يعمل بدل فقد البطاقة وهو في اي مكان بره مصر، اي مكان في العالم، بتوصل له الكارت بتاعه وهو موجود في اي مكان في العالم في خلال 24 ساعة، بتوصله فين؟ في مكانه. دي خدمة من ضمن الخدمات المقدمة من اول بقى اللي هو الماستر وورلد. هو بيتصل بالخط الساخن بيقول لهم انا موجود في المكان الفلاني، تمام كده. او بيبعت اللي هو على الموقع الالكتروني الخاص بماستر كارد، بيخش على الموقع الالكتروني الخاص بماستر كارد اللي هو شركه ماستر كارد ذات نفسها على النت، وبيقول لهم يا جماعه انا موجود في المكان الفلاني والكارت ضاع مني، او ان انا عايز اعمل بدل فائد للكارت او باظ. ابعتوا لي الكارت في اي مكان موجود. بعت الكارت في المكان اللي هو موجود فيه، حتى لو هو ايا كان المكان على مستوى العالم. تمام كده. برضو من ضمن الحاجات المتاحة ان في بعض الصالات اللي موجودة على مستوى العالم، المطارات بيبقى فيها اللي هو يعني بيتمتع بيها امتيازات معينة، خاصة حاملين البطاقة الورلد اليت. يعني بيخش مثلا في مطار معين، بيبقى فيه اللي بيطلع البطاقة، بيبقى طبعا المطارات دي بتخشوا على الموقع الخاص بالبنك، بيحدد لكم الايه، اللي هو المطارات والمواقع. شركة ماستر كارد بتحدد لكم المطارات وايه المميزات اللي ممكن تستخدموها او تستفيدوا منها من خلال الكارت ده. تمام كده. هو كاتب ان هوت من خلال زياره موقع ماستر كارد او من خلال تطبيق الهاتف المحمول ماستر كارد فور يو. يعني انت بتخش على اللي هو الابلكيشن اللي هو بتاع اللي هو البلاي ستور، بتنزل حاجه اسمها ماستر كارد فور يو. هو بيقول لك والله لو معاك البطاقه اللي هي اللي هو الورلد اليت، بتخش اللي هو المواقع اللي موجوده عندك ايه، والمحلات التجاريه الموجوده ايه، والمطارات اللي موجوده ايه، وتخش تعمل فيه وتستفاد ازاي منها. تمام. خصومات على تذاكر الطيران الدولية، بالإضافة للتأمين طبي شامل أثناء السفر خارج مصر، وتأمين مادي على المتاعب أثناء السفر. تمام كده. ما زال العديد من الفنادق اللي هو الشهيرة، بالإضافة إلى العروض المقدمة بالنوادي الصحية اللي هي الجيمات، يعني ببعض الفنادق حول العالم. يعني في خصومات معينة تتعمل فيه. يعني أنت ممكن بالبطاقة دي تروح مثلا فندق بره مصر، تلاقي معمول لك خصم مثلا معين، أو عرض مثلا أنت ممكن تقعد 3 أيام وتاخد يومين زيادة مجانا، أو اللي هو مثلا لو انت داخل في جيم معين جوه بره مصر وعايز في الفندق ده، يبقى فيه عروض خاصه لو انت غاوي جيمات بره مصر. تمام كده. طبعا الحاجات دي كلها احنا قلنا بننزل تطبيق ماستر فور يو، بيبقى موضح لك ايه الفنادق المتاحه قدامك والخصومات بتوصل لغايه فين، بالاضافه للعديد من العروض الاخرى اللي تتمتع بها كعروض مثلا بدار الاوبرا بدبي، ومزيد من مزايا التسوق اللي موجوده في بعض الشركات في تاجير السيارات بره مصر. ومعرفه كافه العروض طبعا بتخش على الموقع اللي انا قلت لكم عليه او هظهر قدامكم على الشاشه دهوت، او الابلكيشن بتاع ماستر فور يو، سواء ده او ده، الاتنين عليهم نفس البيانات. طيب
تعال نتكلم بقى على البطاقه. مصاريف الاصدار مجانا، ومصاريف التجديد بتاعها 1000 جنيه، بدل فائد او تالف ليها 100 جنيه. الحد الاقصى للسحب النقدي داخل مصر 40,000 جنيه، 40,000 جنيه بتاع دوت يوميا، و75,000 وما يعادلها خارج مصر. بالنسبه للبطاقه الحد الاقصى للمشتريات اليومي 400,000، بتاع دوت المشتريات 400,000 جنيه داخل مصر، و4 مليون ده خارج مصر. كمان لا سوري معلش، و400 ألف جنيه وما يعادلها بالعملات الأجنبية خارج مصر. كشف حساب مجانا في اليوم، ومجانا كشف الحساب المكنة بتاعت اللي هو البنك الأهلي مجانا. والسحب طبعا مفيش عمولة سحب طبعا على على المكنة. ولو سحبت من مكنة بنك تاني بتخصم عليك 5 جنيه. ولو سحبت من مكنة خارج مصر في 3% زائد، اللي هو 3 جنيه على كل سحبة زائد 30%. لا يا رب 3%، معلش 3% زائد 30 جنيه على كل عملية. 3% عمولة سحب زائد 30 جنيه، زائد 30 جنيه للعملية الواحدة. تمام كده. ده كده كل المميزات الخاصة بالورلد إليت. تعال نرجع تاني أهم مميزاتها. خط الساخن برضو أهم حاجة، والنقط اللي موجودة عند كل جنيه عليه نقطة ونص دي في برنامج اللي هو الأهلي بوينت. وبرضو خدمة ان احنا ممكن الكارت يوصلنا في اي مكان على مستوى العالم بره مصر، دي حاجة طبعا ممتازة جدا. وطبعا الخصومات اللي بتحصل سواء في على الفنادق او على الجيمات او على الكلام ده كله خارج مصر. لغاية هنا تكون خلصت حلقة النهاردة. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وان شاء الله بكم في حلقة جديدة، ومع السلامة.